السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه كنديرها كتجي صراحه زوينه. هي الفلو بطريقه زوينه واقتصاديه، ما فيهاش بزاف. كنحتاج اطرو ديال الحليب، هذا الحليب ديال البقر، ما كاينش غديروا الحليب الاخر ديال الحانوت. عندي كل نص اطرو ديال الحليب، 3 ديال البيضات. عندي هنا يطرو ديال الحليب، غندير 6 ديال البيضات، وغنديرو بالبطاطا حلوه. خديت تقريبا 400 غرام ديال البطاطا، نقيتها وسلقتها مسلوقه مزيان. والسكر على حسب الذوق. وهذا غادي نديرو رجع كراميل، غندوب السكر حتى يرجع كراميل. بيد ما يتصاوب السكر غادي نطحن هذا البيض مع السكر. من بعد ما طحنت مزيان هذا البيض، غندير هذا البطاطا حتى هي غنطحنها مزيان. هذه هي البطاطا اللي درت، البطاطا حلوه هي هذه اللي درت. قشرتها ونقيتها مزيان وغسلتها ودرتها تسلقات. غنزيد الحليب، غنصفيه وغنخلطو مزيان. من بعد ما داب هذاك السكر جا كراميل، غنديرو في المول وغندوزو على الجناب كاملين. غنطلعو في الجناب كاملين. بعد ما برد المول ديال الكراميل، دابا غادي ندير هذا الكشوه هذه. كنجيب واحد المول خاوي، كندير في قلب منه هذا المول هذا ديال الفلو، وغنزيد ليه الماء طايب، الماء غليان مزيان، وغندخلو في الفران. ندخلو الفران وغنديرو من الجهه الفوقانيه، وغنشعل الفران من التحت، وغادي نقص الفران وغنخليه واحد الساعه، ساعه ونص حتى لساعتين. يعني انا درتو في هذا المول طالع، غنخليه ساعتين حتى كيقبض راسو مزيان، وكنحمرو عاوتاني من الفوق ونديرو في الثلاجه. دابا ندخلو للفران. الفلو حيدته من الفران، غطيته بواحد البلاستيكه ودرتو في الثلاجه ليله كامله حتى قبض راسو مزيان كما كتشوفوا. ها هو. كنتمنى الطريقه هذه تعجبكم وتجربوها. غنفك ليه هاد الجناب ديالو وغنقلبو بسم الله. الله، كيتقلب بسهوله.
كما كتشوفوا كيجي كريمي بالبطاطا حلوه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله. شوفوا كي كيجي. كنتمنىكم انكم تجربوا بهذه الطريقه ديال البطاطا حلوه. ما نقول لكمش المذاق كيجا، راه الوقيته ديالها هذه. الى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم. سلامة.